صباح الخير. معانا كولكشن من بولات تupperware. دي البولات اللي احنا بنقول لها عليها اسمها اكسبريشن. دي بولات دائرية، كل تupperware الغطاء المحكم. دي بولات ما بتدخلش هواء، ما بتدخلش توس، ما بتدخلش نمل، ما بتدخلش اي حاجة. وبالتالي انا بتخلي الاكل بتاعي مقطعة سلطة، حاطة خضار او فاكهة سليمة. ما بيحصلهاش اي تعفن ولا تغيير في الطعم ولا اللون ولا الريحة. الأكل المتقطع طبعا لما بتقطعي خضار أو فاكهة دي يعني لازم بيتحط في كونتينرز تكون محكمة الغلق جدا، لأن هي لو انتي سبتيها معرضة للهواء بتفضل البكتيريا بتشتغل فبيحصل تعفن في الأكل. فاحنا معانا طقم. دي بولات الاكسبريشن بتاعتي بقالي زمان. ما شاء الله عليها بجد، يعني انا ما استغناش عنها في المطبخ، في الثلاجه. عندي على طول البوله الكبيره دي. دي انا بستخدمها في السلطات، دي بقطع فيها السلطه سواء سلطه خضراء، سلطه كول سلو، اي انواع من انواع السلطات بتفضل في الثلاجه ما بيحصلهاش اي حاجه. باخد منها الكميه اللي انا عايزاها بالمعلقه ناشفه ونظيفه. من احلى الميزات كمان تابر وير ديزاين طبعا، ان هي في القاعده من هنا المقاسات اللي هي زي بعض. القاعدة دي بتلاقي الغطا البولة، الكيرف ده او الشفة دي ان هما بيركبوا على بعض، مش بيتحركوا في التلاجة. فبيبقوا يعني ثابتين كده. لو انتي التلاجة عندك في رف مرتفع بتعرفي ان انتي تحطيهم فوق بعض، ما بيتزحلقوش. الصغيرين دول مش عايزه اقول لكم انا ما استغناش عنهم اصلا. يعني انا مطلعاهم، بصوا حاطه فيها المخللات دي جزء أساسي من السفرة عندي، فما بقدرش أستغنى عنها. طبعا بتقفليها من ورا لقدام زي ما بنقفل أي بولات دائرية، ويا دوب انتي بتدوسي عليها من النص كده بتفرغي الهواء. آه، تحفة. المقاس الوسط بقى عايزة أقول لكم إن أنا على طول بحط فيه جوافة، بلح، فراولة. يعني أنا جايبة لكم أهي التانية. بصوا أنا لما بفتح بدوس هنا. الجوافة والمانجا لما بتحطيهم في التلاجة لازم ريحة التلاجة كلها بتضرب ريحة. فعايزة أقولك إن انتي لما بتحطيها وتقفلي عليها البولة أكنها مش موجودة أصلا في التلاجة. فلأنها محكمة الغلق ما بتخليش فيه روايح التلاجة نهائي. سهل الفتح والقفل بتاعها، من الحاجات الشيك جدا للتقديم على السفرة. لو أنا عاملة كمية سالاد، لو أنا عاملة أي أنواع من الأكل المطبوخ، دي معايا دايما. في العجن والتخمير هايلة جدا. مش عايزة أقولك إن أنت ممكن بتسمعي صوتها لو أنت قاعدة في الأوضة مثلا وهي في المطبخ بتسمعي صوتها لما بتتخمر، لأن الغطا بيفرقع وبيعمل صوت جامد جدا. إن هي بتقولك إن العجينة اتخمرت. هي من جوه ملساء، بصوا، ناعمة، فالعجين ما بيلزقش فيها، فبالتالي انتي بتعجني وبتخمري كمان في نفس البولة. فما بتعملش بقى لا ان انتي يعني بتدوري على حاجات عشان تغطي البولة وان انتي تدفيها والكلام ده. هي عشان محكمة، وكمان انتي لما بتعملي المية دافية هي بتخمر في وقت سريع. بصراحة من القطع المميزة جدا، وألوانها حلوة قوي، نازلة سات على بعض بكرتونة. هدية للعيد الفطر، كل سنة وانتم طيبين. ويعني مش قادرة أقول لكم إن دي قطعة مميزة من القطع بتاعتنا، لأن أنا بستخدمها في حاجات كتيرة. وكل سنة وانتم طيبين.